استكمال الحلقات اللي فاتت لو ما شفتهاش هتلاقيها في بلاي ليست على القناة. يلا بينا. الحلقة الخامسة بتبدأ وبيكون إيلاجا فاق واقف قدام دافينا وبيتكلموا وبيقول لها ان هو جه نيو اورلينز عشان كلاوس، وبتقول له دافينا ان شكله مش كويس. قال لها عشان كان في خنجر في صدره الصبح وهو بيعتقد ان هو كويس، وبيقول لها ان هما ممكن ينهوا الحرب بين مصاصين دماء والصحراء وهو هيسيطر على كلاوس وهي ما تبقاش أداة في ايد مارسيال ولا الصحراء. قالت له دافينا هي ليه تثق فيه؟ قال لها اول حاجة رغم ان هو جعان بس ما حاولش يمص دمها، بس دافينا بتجيب دبوس وبتعور نفسها وبتقرب الدم عليه وبياخد نقطة من الدبوس. كلاوس بيكون واقف مستني وصوفي بتدخل عليه بس بياخدها بسرعة وبيخرج وبيقول لها ان هي اخلفت بوعدها معاه، بس قالت له ان هي ملهاش دعوة بأي حاجة وهي وهالي مرتبطين ببعض ولو هي ماتت هايلي كمان هتموت. بس ريبيكا بتقول لها ان إيلاجا بيتكلم مع دافينا وبتحكي صوفي من 8 شهور وبيكون في حفلة موجودة، وبتروح اختها جين آن ليها وبتقول لها ان الشيوخ عملوا التصويت وهيروحوا مراسم الحصاد. ريبيكا بتقول لها ايه ده؟ قالت لها ان ده طقس بيتعمل كل 3 قرون عشان يخلوا فيه ترابط بالسحر بتاع الاسلاف عشان يفضلوا اقوياء. قال لها كلاوس ان هو ما سمعش عن كده. قالت له عشان كان زي الاساطير اللي بتتقال وبيكون في كذا واحده وبيتعوروا، وبتروح صوفي ليهم عشان بتكون بنت اختها هناك وبتكون دافينا هناك برضه، وبتحكي ان هم كانوا بيختاروا 4 منهم. ومارسيال بيرن على كلاوس وبيتكلموا وبيقول له ان هو لقى صحراء ميتين قرب النهر وحد عضهم والحل الوحيد هو دم كلاوس، وبيقول له يجي معاه وبيقول له كلاوس مفيش مشكله هو جاي له في الطريق، وبيقول لهم كلاوس يفضلوا مكانهم لحد ما يرجع وبيخرج. وبيروح مارسيال للكنيسه تاني وبيقول له كيرين جاي للسجينه بتاعتك. قال له مارسيال ان هي مش سجينه وان هو هينقلها النهارده، وبيروح ليها وبيشوف إيلاجا كمان بايظ وبيقول لها هي بتعرف تعزف. قالت له ان هو مش ليها، فبيقعد يصلحه وبيسمع صوت حد داخل وبيفتح مارسيال الباب وبيكون إيلاجا اختفى، وبيقول لها مارسيال ان هو هينقلها النهارده وبيقول لها إيلاجا عامل ايه، وبيروح عشان يفتح التابوت بس بتقول له يسيبه عشان هي شغاله على تعويذه. قال لها ماشي وجهزي حالك عشان هنمشي، وبيخرج وبيطلع إيلاجا وبيقول لها يا ما عرفتوش ليه ان هو صحي. قالت له عشان ما خلصناش كلامنا، وبيقول لها إيلاجا شايف مارسيال قريب منك. قالت له ان هو عيلتها. قال لها بس ده بيحب يأذي الساحرات اللي هم المفروض اهلك، بس بتقول ان هم يستحقوا ده عشان هم كدابين، وبتقول له كانوا بيجبروهم هي واصحابها على طقس الحصاد وبيختاروا 4 منهم عشان ينقذوا الباقي، بس هي مشيت قبل كده ودلوقتي الوقت المحدد بيخلص منهم وكل السحرة هيفقدوا قوتهم ومش هيبقوا سحرة. قال لها إيلاجا ايه اللي المفروض كان يحصل عشان الطقس يتم؟ قالت له كان لازم اموت. بنروح لصوفي وبتكون بتطلع حاجه من المقابر وبتاخدها في شنطه وبتلاقي هايلي وراها وبتقول لها هتيجي معاها، بس صوفي بتقول لها ان كلاوس هنها وهي مش عاوزه ده يتكرر، وبتقول لها هايلي ايا كان السبب عن قتل السحرة فهو لسه موجود وهي هتيجي معاها، بس ريبيكا بتقول لها ان هي غبيه عشان كلاوس ومارسيال رايحين نفس المكان اللي هيروحوا فيه، وبتقول لها هايلي تشغلهم وبتكلم كلاوس وبتكون ماشيه معاهم وبتقفل معاه، وبيروح لمارسيال وبيساله مارسيال كل حاجه تمام. كلاوس قال له فين مخبرك؟ قال له ان هو بيدور على اخبار وبيتكلموا على دافينا، بس مارسيال قال له ان هو مش هيعرف ياخدها ابدا. قال له كلاوس هو عارفها ازاي؟ فرد مارسيال عليه وقال له حصل ده قبل 8 شهور قبل ما يمنع السحرة من ممارسة السحر، وبيكون مع صوفي وبتحكي عن السحرة وبتقول له ان هم بيعملوا حاجات غريبه. قال لها مارسيال ممكن نساعدها، بس بتقول له لا عشان هو عامل لهم متاعب كتير، وبيضحك كلاوس ان هو كان مع صوفي وبيهزروا هما الاثنين، وبيكون الكاهنه بتاعتهم عرفت ان صوفي عرفت مارسيال وبتقول لهم صوفي ان اللي بيعملوه ده غلط. قالت له اختها عشان هي مش بتؤمن، بس هي بتؤمن بده وهتضحك كده، بس صوفي بتقول لها ان دي اسطوره، بس كيرن بيقول لهم ان اللي بيعملوه ده مش غلط بس ده غير قانوني كمان، وان هو الحليف الوحيد ليهم في البلد. وبيدخل شون ليهم وبيكون ده اخو كامي وبتسلم ساحرة عليه وبتعمله تعويذه، وبيعرف كلاوس ومارسيال بيقول له ان ده سبب ان هو يموت كل اللي موجودين ويموت نفسه. قال له كلاوس ان هو سمع عن الموضوع ده وبيصلح إيلاجا كمان، وبتقول له دافينا عن الحصاد وان هم هيدخلوا 4 فتيات وهيموتوهم مؤقت وبعد كده هيتولدوا من تاني وهي ما ماتتش وكده الحصاد ما كملش ولازم ينهوا الحصاد ده قبل وقت معين. قال له ايه هيحصل؟ قالت له هيتعاقبوا وهي هتتحرر. قال لها من مارسيال؟ قالت له من السحر عشان سحرهم كله هينتهي وهي عاوزه تبقى طبيعيه عشان اوقات كتير مش بتعرف تسيطر على السحر ده. قال لها قولي لي عن صحابك. قالت له تيم وهو ما يعرفش حاجه عن السحر، واعز اصحابها كانت مونيك بس ديت ماتت في الحصاد وخالتها الوحيده اللي عرضت الحصاد. قال لها مين؟ قالت له صوفي ديفرو. بيتفاجئ إيلاجا وبتقول ريبيكا لصوفي تعرف عن الحصاد. قالت لها هايلي. كلاوس قال لهم يستنوا هنا
وبيوصلوا وبيكون في ناس كتير ميتة وبيكون في آثار ذئاب، وبيلاقوا واحد هناك وبيتخض منهم أول ما بيشوفهم وبيكون خايف من ريبيكا وبيقول مصاصة دماء أصلية وبيهرب. وبيكلموا كلاوس وبيزعق عليهم عشان راحوا هناك، وبيعرفوا إن هو قابلوا واحد وهم مفكرينه إن هو جاسوس مارسيال. سألها كلاوس هرب منها، قالت له أيوة، وهي عرفت إن هي فاشلة كأخت وصديقة ومصاصة دماء أصلية كمان. وبتقول له إن هو أكيد رايح لمارسيال يبلغوا عنهم. وبتقول له مواصفاته إيه؟ قال لها إن هو يتصرف بس محتاج حد يشغل مارسيال. قالت له هي هتروح. وبيروح كلاوس ليه وبتكمل دافينا وبتقول له إن محدش شك في الحصاد غير صوفي، وكانوا مفكرين إن هو شرف كبير. قال لها إيلاجا الموضوع بدأ من إمتى؟ قالت له إن هم بيخرجوا زي الأميرات، وأمها كانت فخورة، واحدة من السحرة جابتهم هم الأربعة عشان تربط بين الماضي والمستقبل بتاع سحرهم، وبتحمل سكينة على النار. وقالوا ليهم إن الجرح ده هيدخلهم في سبات ويصحوا من تاني وهيبقوا أكتر قوة من دلوقتي كمان، وكل اللي عليهم هو جرح صغير بس في إيدهم. وأول واحدة بتطلع وبتحاول صوفي تمنعهم وبتمد الطفلة إيديها عشان تتعور، بس اللي موجودة بتذبحها والكل بيتفاجئ. وبيقول لها إيلاجا الكل كان عارف. قالت له ما عدا إحنا الأربعة. وبيذبحوا التانية وبيدخلوا منير صاحب الدفينة، وبتكون صوفي معارضة بس محدش يتدخل. قال لها إيلاجا وأنت إزاي ما متيش؟ حد اتدخل؟ قالت له أيوة. وبيكون مارسيال راح ليهم مع مصاصين دماء كتير، وبيكون مارسيال بيحكي نفس الكلام لكلاوس برضه، وبيكون كيرين هو اللي طلب منه كده عشان شون اللي مات وهو راح بس كان متأخر. وواحدة بتمسك سكينة وبتموت مونيك برضه، وبيكون واحد ماسك دفينة وبيروح مارسيال يلحقها وبينقذها. وكل واحدة ماتت التانية بتاخد قوتها وهي اللي فضلت، فهي معها قواهم كلهم. وبتقول دفينة ان هي ما كانتش عاوزة تموت وهي ما كانتش مصدقاهم، عشان كده خلت مارسيال ينقذها. بنروح لكلاوس ومارسيال، وبيقول مارسيال ان هو بيحميها منهم عشان هم عاوزين يموتوها عشان يكمل الحصاد. وبتروح ريبيكا ليهم وبيقول لهم كلاوس ان هو هيروح الحمام وهيجي بسرعة. وبتتكلم ريبيكا مع مارسيال عشان تشغله. وبيروح مصاص الدماء وبيقابله كلاوس وبيقول له ان مارسيال طلب منه انه يعرفه كل حاجه عن الصحراء، وبيقول له ان الصحراء بيطاردوا مستذئبه حامل بس كلاوس بيموته. وبيدي إيلاجا كمان لدفينة وبتكون مبسوطه، وبيحسوا بهزه غريبه وبيكون ده سحر دفينة. وبيقول لها إيلاجا ان القوه اللي عندها فوق قدرتها وهي لازم تسيطر عليها. وبيقول لها ان امه كانت ساحره قويه وسابت وراها كتب كتير في السحر وممكن تحتاجها عشان تسيطر على قوتها، ولو حررته من هنا هيجيب لها من الكتب دي، بس لو مشيت مع مارسيال مش هتشوفه تاني ومش هيعرف يساعدها. وبيرجع كلاوس لريبيكا وبيقول لها هو مارسيال ما قالهاش ان هو مشي؟ قالت له لا. وبيروح مارسيال لدفينة وبيقول لها جاهزه نمشي؟ قالت له ايوه. وبيقول لها مارسيال ان هم هيسيبوا إيلاجا هنا وبيخرجوا، وبيفتح التابوت بس بتقف دفينة وبيحصل زلزال، وبتقول له ان في حاجه خطر بره وبتقول له يرجعها وبيغمى عليها وبيطلعها تاني وبيخرج مارسيال. وبتقوم دفينة وبتفتكر اما جابها اول مره المكان ده، وبيقول لها ان ده حاجه مؤقته لحد ما يخرجوا من البلد دي. وبتقول له هي عايزاهم يدفعوا الثمن، وبتنادي على إيلاجا وبيقول لها كويس ان هي فضلت. قالت له هتفي بوعدك بموضوع كتب السحر؟ قال لها هعمل كده. وبيقول لها بغض النظر عن المصاعب بس العيله فوق اي حاجه، هو اسف عشان عيلتها خذلتها. قالت له كلاوس سلمه في صندوق لمارسيال، قال لها ان هو ابتلاء وهو هيدافع عنهم لاخر يوم في عمره. قالت له وانا هقتل الصحراء. وبينزل مارسيال وبيقول له كيرين هتحبسها هنا فريسه سهله وكان لازم يخرجها من هنا من بعد الحصاد، وهم خسروا 3 وماتوا. بس مارسيال قال له ان الخطه اتغيرت، قال له كيرين ان هو المسؤول عن البشر ومش هيحب يبقى عدوه، وبيقول له يفضل بعيد عن بنت اخوه. قال له مارسيال مين دي؟ قال له كامي. وبيقف مارسيال مصدوم وبيمشي، وبتتكلم هايلي وصوفي وبتقول لها هايلي كل ده بسبب رؤية عن طفل. قالت لها صوفي ان سابين بتحب الدراما، وبتسالها هايلي عن الحصاد وكان حقيقه ولا لا. قالت لها صوفي كان حقيقي. قالت لها هايلي ازاي تتاكد ان رؤيا سابين كانت غلط؟ بنروح لكلاوس وبيكون مارسيال راجع وبيقول له ان كان واخده في رحله عشان يشغله، بس مارسيال قال له ان هو علمه كده وهو مش هيديله دفينة. قال له كلاوس ان في قانون وهو ان القوي بياخد من الضعيف. قال له مارسيال لو كنت قوي ما كنت شربت قبل كده. وبينزل كلاوس وبيضربه وبيقول له ما يتعاملش معاه كده، ولو هو عاوز ياخد دفينة هياخدها. بيروح مارسيال عليه بس حد بيضربه وبيكون إيلاجا، وبيقول له لو حد هيدي اخوه درس فهو اللي هيعمل كده. بنروح لريبيكا وهايلي وبيتكلموا سوا، وبتقول لها ريبيكا ان العائله مصدر ازعاج ليها. وبيدخل كلاوس عليهم هو وإيلاجا وبيكونوا مبسوطين كلهم، وبيروح إيلاجا لهايلي وبتضربه بالقلم وبتقول له ما يقولش وعود هو مش قدها، وبتمشي. وبيشرح لهم إيلاجا كل اللي عرفوا وان كل الحرب دي كانت على دفينة، وبيكون جين آن اخت صوفي عاوزه تلاقي حل عشان تلاقي دفينة، ولو ما لقاهاش بنتها تبقى ماتت والاتنين التانيين كمان. وده كان من 8 شهور، ومن 4 شهور دخلت واحده حامل المطعم بتاعهم، وبيتجدد الامل عند جين آن وهي ضحت بحمايتها عشان صوفي تستغلك عشان تلاقي دفينة، ولو نجحوا ان هم يمسكوا دفينة هيموتوها وده هيبقى خطر. وبتكون صوفي عند قبر جين آن اختها. وبكده تكون الحلقة ال5 خلصت، ولو عاوزنا نكمل الحلقات الجاية اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده، اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.